ازيك يا حاجة؟ يعني انا بشكر حضرتك انك رضيتي ان انت تصوري معانا. يا ريت كل الناس يا حبيبتي كده يبقوا زيك كده، ياخدوا رأيي زي ما انت خدتي رأيي كده. يا ريت كل الشباب كده ياخدوا رأي الناس كده. ان شاء الله يا حاجة، على قد ما نقدر هنوصل صوت كل المصريين ان شاء الله. عايزة اسأل حضرتك يا حاجة، ايه رأيك في قرارات الدكتور مرسي الأخيرة؟ و والله يا بنتي قراراته زي الفل يا بنتي. مم. يعني حضرتك مع قراراته؟ اه طبعا مع قراراته. راجل يعني كويس، راجل يعني محترم. كل ما يمشي عاملين له فحر. كل ما يمشي في مكان طوبه كده يقع. عايزين يعني يوقعوه باي طريقه، عاملين له فحر كده. ما ينفعش يا بنتي. طب ايه رأيك حضرتك في جبهة الإنقاذ الوطني؟ انقاذ ايه يا بنتي؟ ينقذوا نفسهم الاول لما يجوا ينقذونا. مين هو دول اللي هينقذونا؟ احنا المنتخبين رئيس خلاص. دول اللي هينقذونا؟ يعني حضرتك شايفة ان 1000 ولا احنا 2000 يا بنتي هينقذونا؟ نديله الفترة بتاعته يعني طبعا يا ونصبر؟ بنتي. مش ياخد ال4 سنين، ولو ما عملش ال4 سنين يبقى نقول ما عملش. كانوا يستنوا عليه سنتين. ما ينفعش. يعني ما حضرتك مش ينفعش مع الأحداث اللي بتحصل والمظاهرات؟ الاحداث اللي بتحصل يبقى في حد ينفع يضرب ولعه على اخواتهم العساكر. يعملوا مظاهره. كانوا يقفوا في التحرير سلميه، وكنا كل المصريين كانت راحت احتفلت معاهم. ده هم حرموا ناس كتيره كانت هتقف معاهم. خلاص هيشوهوا نفسهم بدول. يعني دول حضرتك يعتبروا ناس شايفة مشوهين. مش ضد المظاهرات، بس شايفة حضرتك ان هي لازم تكون سلمية؟ طبعا لو سلميه كان كل الناس طلعت. نهار التحرير الاولاني يوم 25 بقينا طالعين كده مش ساعه علشان اطلع على السلم ساعه. وبقينا نطلع شوي كده عشان نطلع فوق. ايه يعني مثلا هناك في التحرير الوقت كام؟ 3000. حضرتك 2000. حضرتي 25 يناير 2011؟ طبعا حضرت ووقفت في التحرير يا بنتي، واتفرجت وشفت ان الناس اللي على حق، اللي يعرفوا ربنا، اللي في مره بس يا دوبك كان في حاجه بسيطه كده. راجل كويس نقولها لي، واخت جنبيه. مفيش بعد كده. مش اللي بيضربوا على بعض ولعه وميه نار ودي ينفع. لو هما دول برضو انقاذ كانوا عايزين ينقذونا. لو هينقذونا من ايه؟ هينقذونا من ايه؟ في ايه؟ ده 30 سنه ومحدش كان بيفتح بقه. كانوا يستنوا شويه على الرئيس، سنه 2. ما لحقش يعمل حاجه، عملوا له فحر. مش لاحق. طب ايه رأي حضرتك سمعتي عن حركة البلاك بلوك سمعتي عن الحركة دي؟ شياطين يا بنتي. ده دول شياطين. يعني حضرتك سمعتي عنهم؟ ايوه شياطين يا بنتي. ده دول شياطين حرام. لو اهاليهم دول مربياهم ومحفظاهم بيت ربنا، ده بيقول لك من خوف مسلم دخل النار. يعني هم كده داخلين النار عشان من رعب مسلم دخل النار. دول لو اهاليهم ومربياهم ودخلتهم ويعرفوا ربنا ورجعوا لربنا لو هم مسلمين. انما دول مش مسلمين. طب ايه رأيك في الإعلام يا حاجة؟ اعلام ايه؟ اعلام ابراهيم عيسى اللي مش كويس، ولميس الحديدي اللي لو ماتوا 5 ولا 6 بيناموا ازاي دولت؟ ولما يموت 5 ولا 6 ولا 10 من كتر كلامهم وزنهم طول النهار في الاعلاميين. ده اعلام؟ هو مش هم دول بس يا بنتي، ده كل الاعلاميين اللي مش هاممهم، اكنهم كفره يهود، اكنها دي مش بلدهم. لا ده مش بلدهم دي. لو بلدهم دي اتفرجوا على الجزيرة المحترمة اللي اعتبرت الجزيرة دي دلوقتي احسن منهم. واقفة كده يعني واقفة. طب تحب حضرتك تنصحي الشباب دلوقتي المعتصمين في كل مكان تقولي لهم ايه يا حاجة؟ دول لو محتصمين ما يضربوش، ما يعملوش اللي يغضب ربنا. اللي يغضب ربنا لا. على الاقل الناس تبقى واقفة معاهم. لو هم على حق كل الناس هتقف معاهم. احنا لو هم الوقت على حق احنا مش هنقف معاهم. ما نشبهش نفسنا بيهم. هنروح هناك عيالنا تتعور، ولادنا تتعور. ما ينفعش. معلش يا بنتي، انا الواحد بس كمان يعني مش متعلمه وكده، مش عارفه يا بنتي. لا ربنا يبارك لك يا حاجة، حضرتك بتوصلي رسالة نيابة عن ناس كتير زي حضرتك مش قادرة توصل صوتها. شكرا لحضرتك يا حاجة ونورتينا. ربنا يخليك يا بنتي. بس يا بنتي ربنا يهديهم اللي في التحاليل دول. ما ينفعش ان ربنا اللهم انصر مصر.